اليوم راح نديرو وصفتين في وصفة. راح نديرو عدس وكسرة فطير. العدس تاعنا بلا ما نشمخوه ليلة كاملة وراح يجيكم ما شاء الله. تبعوا برك لاستيوس. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا. في طنجرة كيما راكم تشوفوا نحطوا كمية العدس ونزيدوا عليها ماء ساخن ونخلوها 20 دقيقة. في لاكوكوط ديالنا نديرو حبه بصل تكونوا رحيناها في الاشواغ ونزيدوا عليها هذاك العدس اللي يرتاح 20 دقيقه كما قلت لكم. بعد ما غسلناه نزيدوا عليها شويه توم، شويه عكري حلو، شويه فلفل اسود، كمون، كركم، ونملحو ونديروا 2 ملاعق صغار تاع طماطم ولا ملعقه واحده. نخلط كل هذا من بعد راح نضيف عليه كميه من الزيت. نديروا الخضر تاعنا اللي هما 2 حبات زروديه وحبه بطاطا وشويه كرافس وشويه معدنوس، وراح نخليهم يتقلوا جيدا على نار هاديه. ونروحوا من جهه واحده اخرى نوجدوا الكسره فطير تاعنا. في قصعه راح ندير كيله تاع سميد رطب مع كيله تاع فرينه، ونضيفوا عليها شويه سانوج اللي محبي السانوج، واللي ما يحبش ما يديرش. نملحو ونزيدوا ملعقه سكر وملعقه خميره الحلويات راح تمدلها واحد شغل كاطو ترجع ما شاء الله. حركنا النواشف هذوما ودرنا حفره كيما ناس زمان، ودرنا كميه تاع الزيت اللي هي قريب نص كيله ماشي نص كيله. نبسوها جيدا حتى وين دخلنا كامل هذاك الزيت. من بعد نبداو نضيفوا الماء. السميد تعرفوه يشرب، ما نقدرش نقول لكم شحال، مي انا دات لي تقريبا كيله غير ربع. قعدت نضيف في الماء ونلم فيها، نضيف في الماء ونلم فيها حتى تحصلنا على عجينه طريه كما راكم تشوفوا. ما تخافوش السميد تاعكم ما تشوفوها نشفت شويه راح تشد روحها. هكذا تحصلت على عجينه ما شاء الله. قسمتها على 2 2 خبزات وراح نخليها ترتاح. رجعت للعدس تاعي مرقته بالماء الساخن، ما تمرقوش بالماء البارد هكا باش ما يحكموش الشوك ويقرسل لكم. وغطيت عليه في لاكوكوط حتى وين يغلي باش نغلقوا لاكوكوط ديالنا. للامانه تاعكم سخنوا الطاجين ونفتحوا الخبزه تاعنا كما راكم تشوفوا على ورق القلي. ثقبتها بالفرشات ولا بهذه الاله وراح نحطها فوق الطاجين طيب لي كما راكم تشوفوا. من بعد كي طيب قلبوها سهله ما فيها حتى حاجه. رجعنا للعدس تاعنا لقيناه طاب. ترميت له انا وحده تاع حارة مدبنه ورشيته برشه تاع نعناع يكون يابس. طابلنا الفطير تاعنا شوفوا ما شاء الله جات ولا اروع. وطابلنا العدس. ديروا حفظ للفيديو، ديروا جيم، كومنتير شباب، دعم، بارتاج، ونلتقي في وصفات جديده ان شاء الله. سلام.